صباح الخير. برحب بكل أصحاب قناة سالي نبيل، والنهاردة هنعمل مع بعض الجبنة الكريمي. الجبنة دي حلوة جدا في ان هي بتنفع للفطار وللعشاء. ممكن نفردها بقى على توست او مثلا نعملها في الفينو او في العيش البلدي زي ما تحبوا. وممكن كمان نستخدمها في التشيز كيك، بتبقى حلوة جدا وموفرة وفي نفس الوقت بمكونات بسيطة جدا. يعني انتوا عارفين اسعار الجبنة الكريمي بره بتبقى عاملة ازاي، فالنهاردة هنوفر علينا كل الفلوس دي، وخصوصا كمان ان هي هتكون من مكونات طبيعية مش محطوط فيها اي حاجة صناعي، وكمان في نفس الوقت ما فيهاش مواد حافظة مضرة. فالمكونات بتاعتي عبارة عن 2 لتر من اللبن، حطيتهم في حلة كبيرة وهرفعهم على النار لغاية لما يبدأوا يغلوا. اللبن هنا اللبن بخيره بالقشطة بتاعته بكل حاجة، يعني ما ينفعش اللبن اللي هو بيبقى في علب ومنزوع الدسم، لازم يبقى لبن طبيعي وفيه الدسم بتاعه. اثناء ما اللبن بيغلي هنجهز بقى عصير الليمون. جهزنا حوالي 80 جرام من عصير الليمون، بما يعادل 5 أو 6 معالق كبيرة من عصير الليمون. اول لما اللبن بيغلي كده قدامي بروح مهدية النار خالص وبضيف عصير الليمون. بعد كده بقلبه تقليبة واحدة بس وبسيبه خالص لغاية لما يهدى ويبدأ يبقى فيه تكتلات كده في اللبن، ويفصل خالص المية عن تكتلات الجبنة نفسها. هبعده عن النار واسيبه خالص لغاية لما يبرد تماما. وفي الأثناء دي هنجهز بقى بولة وفوقيها مصفى وكمان شاش، يعني قماشة خفيفة أو قماشة قطن تكون نظيفة مخصصة لتصفية الجبنة أو لتصفية الزبدة عندكم. وبعد ما برد خالص بدأت ان انا اصفيه. وعلى فكرة المية دي كلها هنستخدمها ممكن في ان احنا نخبز بيها اي انواع من المخبوزات، بتبقى جميلة جدا بالشرش بتاع اللبن. انا هاخد المية دي احطها في اكياس واحتفظ بيها في الفريزر، برضو بتنفع زي ما قلت لكم في المخبوزات. اما الجبنة نفسها هسيبها لما تتصفى شوية. انا بدأت بقى يعني اعصرها علشان خاطر انزل المية اللي فيها، ولو عايزين تسيبوها هي تتصفى مع نفسها اوكي مفيش مشكلة. لكن انا عشان كنت مستعجلة ان انا اخلص المراحل كلها بتاعت الجبنة، فعلشان كده عصرتها شوية بايدي. حطيت الجبنة في الكبة وهنحط عليها كمان الملح. الملح بيفرق جدا الكمية بتاعته حسب هنستخدمها في ايه. يعني لو احنا هنستخدمها للاكل يبقى الملح بيتحط مثلا من نص معلقة لمعلقة، حسب كل واحد هو بيحب الجبنة بتاعته مالحة او من غير ملح خالص، فدي براحتكم. لكن انا علشان هستخدم الجبنة عندي في التشيز كيك فحطيت لها ربع معلقة ملح بس، يعني يعتبر الملح مش باين في الجبنة خالص. هضيف كمان مكعبين من الزبدة علشان خاطر يخلوا الجبنة تبقى ناعمة اكتر وغنية اكتر وفيها قيمة غذائية اكبر. اخر حاجة في المكونات هي حطينا معلقتين كبار من كريمة الطهي اللي هي الكوكينج كريم، اللي احنا ساعات بنحطها للمكرونة اللي هي بالبشاميل. وبس كده. ودول اختياري طبعا علشان خاطر اللي مش متاح عنده ان هو يحط كريمة ما يحطهاش خالص، ما فيش مشكلة. انا بس حطيتها تدي تيست علشان زي ما قلت لكم هستخدمها في التشيز كيك. بعد كده ضربت كل المكونات دي في الخلاط، وكل ما بنضرب اكتر كل ما الجبنة بتاعتي بتنعم اكتر وبتبقى كريمية اكتر. ولو حسيتوا ان هي تقيلة شوية لسه برضو محتاجين ان انتوا تخففوها، ممكن ناخد من المية اللي طلعت من تصفية اللبن ونحط معلقتين بالظبط، مش كتير عشان ما تبقاش سايلة معانا قوي، او معلقتين لبن. ومن وقت للتاني بنفتح الكبة وننزل كل اللي على الحروف بتاعتها علشان خاطر نضمن ان كل المكونات بتاعتنا اتضربت وبقت ناعمة خالص، زي ما احنا شايفين القوام بتاع الجبنة كده بالظبط. شايفين قوامها ناعم ازاي، وكل ما بنضرب فيها شوية كل ما بتبقى انعم اكتر، بس طبعا لازم ضرب متقطع علشان الكبة وكده نحافظ عليها. بعد كده بنحطها في علب تلاجة، بتقعد معانا بقى في التلاجة من 5 ل6 ايام من غير ما يحصل لها اي حاجة ولا تبوظ ولا اي حاجة. علبة كده تكون محكمة الغلق وبنحط فيها كل الجبنة بتاعتنا وبنشيلها في التلاجة.
بالمناسبة العلبة دي حوالي تقريبا 400 جرام من الجبنة، يعني اقل من نص كيلو شوية. انا سويت الوش بتاعها خالص وقفلت عليها كويس جدا، وبعد كده اشيلها احتفظ بيها في التلاجة. زي ما قلتلكوا هي مدتها من 5 ل6 ايام، علشان خاطر طبعا دي ما فيهاش مواد حافظة وكلها من مواد طبيعية، فنحافظ عليها في التلاجة. طبعا مش قادرة اقول لكم بقى هي قد ايه طعمة وقد ايه كمان سهلة الفرد، سواء على التوست او على فينو او عيش بلدي او اي حاجة انتوا بتحبوها. فاتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وشكرا جدا لمتابعتكم. باي باي.